قبل مشاهدة الفيديو ندعوكم لمساعدتنا من فضلكم لإكمال 1000 مشترك قبل نهاية شهر ماي. شكراً. تتواصل بالواجهات الشمالية والشمالية الغربية لملعب طنجة الكبير مراحل عملية التغليف الكامل، وهي العملية التي ستشمل في الأيام القليلة المقبلة جل واجهات الملعب على أمل الانتهاء منها أواخر شهر ماي المقبل. ووفقاً لمصادر خاصة، فقد انتقلت هذه الأشغال إلى السرعة القصوى مع انتهاء عمليات تركيب الأعمدة الفولاذية، إلى جانب انتهاء أشغال أخرى بمحيط الملعب، حيث زادت مساحة التغليف لتمتد إلى المدخل الرئيسي لملعب طنجة الكبير. وكثف العمال والتقنيون المتخصصون في عملية التغليف من الأشغال الجارية باستعمال رافعات عملاقة لإنجاز الأشغال التي تروم تغليف مساحات كبيرة بغلاف يتكون من الألياف البصرية ذي الجودة العالية المعمول بها في مختلف ملاعب العالم. وبحسب مصادرنا، فإن الغلاف يتكون من قماش خاص سيتغير لونه حسب الأضواء المختلفة التي ستتم إضاءته بها وفقاً للمباريات التي سيستقبلها ملعب طنجة الكبير، سواء في بطولة كأس إفريقيا أو بطولة كأس العالم لسنة 2030.